كبيرة تأتي مع أول ليلة رمضانية. استغل هذه المناسبة المباركة لتقديم التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي عهد الأمير وللشعب السعودي الكريم وللأمة الإسلامية جمعاء، سائلين الله أن يبارك لنا في هذا الشهر الفضيل ويوفقنا لصيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بخير. المباراة تنطلق، المباراة كما أسلفت بأنها لا تنتظر المقدمات، تبدأ من جانب مالكم، ومالكم يلعب كرة في الجهة اليمين. كانسيلو الذي يلعب كخصم من أمام رياض محرز هنا في الرياض، لتتحول صداقة الأمس إلى صراع في هذه المواجهة. كرة ملعوبة، هل ينجح دفاع الهلال بترميم الجدار الخلفي؟ الكرة لسالم الدوسري، انطلاقة في الجهة اليسار من سالم لكنها مقطوعة، مرت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة ثابتة تلعب من جانب الهلال في الجهة اليسار، سالم مع الكرة، عدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية للفريق الهلالي في الجهة اليسرى. روبن نيفيز يحصل على كرة، التراجع الأهلاوي في العشر دقائق الأولى من المباراة، والكرة يتدخل معها سعد بن عبيد، أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة إلى ركلة، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. منفذة الرمية الجانبية لتصل باتجاه سافيتش، سافيتش على الجهة اليسار، سافيتش عادت إلى سافيتش من جديد، يمرر الكرة عند متعب الحربي، لكن الكرة مقطوعة من أمام متعب لتعود بعد ذلك لصالح النادي الأهلي في الجهة اليمين. الضغط على حامل الكرة، الكرة تبقى لصالح عناصر الهلال. في النهاية وصلت الكرة للهلال في منتصف الملعب، كوليبالي يتقدم للأمام، يلعب كرة إلى كايو، والسقوط لكايو، وصافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة، محاولة المرور مع الكرات الماضية، الكرة الثابتة، وسعد بن عبيد ينال على بطاقة صفراء قبل أكثر من جولة مباشرة. مالكم يستعد لتنفيذ الكرة الثابتة بجوار سافيتش. حتى الآن حكم المباراة لا يعطي الإذن في تنفيذ الكرة الثابتة. مالكم ينتظر الصافرة، مالكم يتحرك الآن للتنفيذ، والكرة ترتد من المدافعين. الركلة الركنية لروبن نيفيز، يلعب كرة عند الدقيقة العاشرة إلى راسية من كوليبالي، لكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت الكرة من كوليبالي إلى خارج أرضية الملعب لتتحول بعد ذلك إلى جانب النادي الأهلي. الكرة اللعب في صالح الأهلي، طويل الكرة للأمام، رياض محرز يأخذ كرة العرضية باتجاه إيفان توني، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، وفرصة تضيع على الأهلي. الكرة انكشف فيها مرمى الهلال من أمام إيفان توني، في كرة ارتد فيها رياض محرز. الجهة اليسار في الهلال تعاني من أداء غير مستقر، تقف أمام اختبار صعب ضد الأهلي. الكثير من الثقة بالنفس الآن في الدقائق القادمة. الكرة إلى جالينو، جالينو في منطقة الجزاء، والعرضية من جانب إيبانيز، إبعاد من دفاع الهلال، متعب الحربي أبعدها، وصلت هنا إلى كايو، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. كانسيلو عند رمية جانبية، جيسوس الغاضب على بألوان الفريقين. المشهد الكبير هنا في ملعب المباراة في المسطح الأخضر يا كايو، والكرة كانت من ليوناردو، العرضية مقطوعة، وصلت في صالح الهلال، مرت على الجهة اليمين، الكرة لكايو، مررها كايو في الطرف الأيمن عند كانسيلو، كانسيلو يمررها إلى كايو بعرضية، لكن لمين يا كايو، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. قدم عطاءات كبيرة كايو، يسار الانطلاقة في صالح الهلال. بونو الذي تلقى في الموسم الماضي بالدوري بأكمله أهدافا أقل مما تلقاها في ال 22 جولة الماضية. الكرة اللعب في منتصف الملعب، عودة باتجاه المدافعين، كرة واصلة باتجاه المدافعين. عندنا لاعب على أرضية الملعب، لاعب يعاني من إصابة على أرضية الملعب بالمناسبة. يا بن عبيد لتصل الكرة إلى كانسيلو، كانسيلو يحول الكرة، وصلت عند مالكم، مالكم يأخذ كرة في الطرف اليسار إلى سالم، وسالم في محاولة يلعب كرة لكن مقطوعة من سالم. الكرة الماضية قطعت أمام سالم، وصلت على الجهة اليمين إلى كايو، وكايو في محاولة لكن الكرة مرت إلى الركنية الثالثة، والكرة
اللعب من روبن نيفيز. روبن نيفيز يلعب كرة لكانسيلو، عند كانسيلو يلعب كرة عرضية وكرة بالراس، لكنها مرت إلى هناك إلى ركلة ركنية جديدة للهلال. الهلال يتحصل على مزيد من الركلات الركنية لسالم، العرضية في منطقة الجزاء إلى مالكوم، لكن الكرة كانت أسرع من مالكوم، مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى تصل في صالح النادي الأهلي، اللي مرت من أمام الكرة لخارج أرضية الملعب. شوف الكرة إلى سافيج، سافيج في نقلة وصلت على الجهة اليمين. كايو حاول في كرة كايو لكن فيها السقوط. مخالفات كثيرة في شوط المباراة الأول، العنوان الرئيسي في شوط المباراة الأول كثرة كرة اللعب إلى إيفان توني، مقطوعة من أمام إيفان توني واصلة باتجاه سالم الدوسري، يلعب الكرة إلى روبن نيفيز. حكم المباراة يفصل بين لاعبي الفريقين، كان احتكاك. بعد ذلك حكم المباراة البوسني أراد من اللاعبين تهدئة، ياخذ الكرة في الجهة اليمنى، يلعب الكرة لكايو، كايو تقدم وانطلق إلى الأمام، كايو يلعب الكرة إلى سافيج، وسافيج الكرة مقطوعة من أمامه، يعطيها لليوناردو في منطقة الجزاء، وصافرة الآن في منطقة الجزاء، والبطاقة الصفراء على ليوناردو. حكم المباراة شاهد اللقطة الماضية بأن هناك تمثيل من جانب ليوناردو، يحاول الآن بمهارة كايو يلعب كرة لمنطقة الجزاء، أبعدت الكرة من المدافعين لتصل في صالح النادي الأهلي إلى فيجا. فيجا يلعب كرة في الجهة اليسار، ومحاولة في صالح النادي الأهلي إيفان توني، كرة مقطوعة وصلت لكايو لتصل الكرة في الجهة اليمين. المحاولة والكرة فيها السقوط والصافرة والاشتراكات والاشتباكات القوية الآن. لا شك بأن المباراة من الطبيعي أن تشهد معها مثل هذه الاشتباكات. دوري روجا 51 نقطة خلف الاتحاد المتصدر ب5 نقاط، فيما يحل الأهلي خامسا برصيد 44 نقطة بعد مرور 22 جولة. الكرة في صالح الهلال بمنتصف الملعب، انطلاق الآن واصلة من متعب، الكرة وصلت إلى ليوناردو عند سالم، ما زالت الكرة باقية للهلال. سالم يلعب كرة، ينجح دفاع الأهلي في إبعادها، عادت الكرة للهلال مرة أخرى. لقطة كان فيها بعرضية، الكرة مقطوعة، المحاولة لمالكوم والتسديدة من مالكوم، لكن نجح دفاع الأهلي من إبعادها لتمر الكرة بهذا النحو إلى خارج أرضيات الملعب إلى رمية جانبية. الحكم يتحدث مع حكام الفيديو، يبدو بأن هناك قرار. ما هو القرار الذي يتحدث فيه حكم المباراة البوسني إلى جانب حكام الفيديو؟ العودة لحكام الفيديو لقرار فرانكيسيه، ثم تعود الكرة باتجاه إدوارد مندي ليلعب كرة طويلة بالأمام، وصلت الكرة الآن في صالح النادي الأهلي. رياض محرز يتقدم، يمرر كرة خطيرة، وصلت هنا إلى جالينو، السقوط من جالينو. حكم المباراة يطالب باستمرارية اللعب. سالم الدوسري، سافيج ياخذ كرة، مرت الكرة لسالم، الكرة الثابتة الآن للنادي الأهلي، ملعوبة من محرز، والكرة بالراس أبعدت من الدفاع، مرت الكرة من سافيج إلى خارج أرضية الملعب. كرة الثابتة الآن يبحث عن الهدف، وعبر رياض محرز اللي أرسل كرة لمنطقة الجزاء، كوليبالي نجح في إبعادها. مالكم يلعب كرة بعد ذلك الراسية، ويلعب الكرة في الجهة اليمين إلى كايو، كايو وسيطر على الكرة، المرور من جانب كايو، التقدم للأمام، كايو مع كرة، أرسل كرة قوية لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة، كانت تحمل اسم سامي الجابر وخالد قهوجي المتواجدين في الاستوديو التحليلي بي اس سي. هذه كرة عرضية، ولعبت الكرة بقبضة اليد من جانب حارس المرمى مندي. تتذكرون الثريان الفيلسوف والأنيق خالد مسعد؟ هل تتذكرون عبد الجواد وخالد رشيد وحسن عبد الغني وشلية وأحمد الدوخي وأسماء كثيرة مرت على هذا الكلاسيكو؟ الكرة اللعبات للهلال لسالم، ومندي يتفوق في الكرة الماضية. سافيج يلعبها لمنطقة الجزاء، الكرة وبعيدان، وعادت في صالح الهلال اللي ضاعت عليه أخطر كرات شوط المباراة الأول على الإطلاق. سيلو حاول في الكرة الماضية إلى محاولة مرت على الجهة اليمين، رياض محرز يأخذ الكرة في الطرف الأيمن، المرور من رياض والكرة أبعدت من المدافعين. سالم أخذ الكرة، انطلق بالكرة للأمام، يلعبها على الجهة اليمين
لكنها لم تصل كما أرادها سالم باتجاه اليوناردو. كرة للمرة الثانية على التوالي، اليوناردو ياخذ كرة يلعبها لمالكوم سريعا لسافيج. سافيج بتسديده أمام إيبانيز، يزهر كالأسود، يزهر كما يزهر جمهور الأهلي. أبعد الكرة الماضية في صالح الهلال. ديفيز يلعب كرة لمنطقة الجزاء، الله، اليوناردو كرة إلى خارج أرضية الملعب. اليوناردو الذي حاول أن يسجل هدف رقم 6. إدوارد يلعب الكرة إلى الأمام لمنتصف الملعب، إلى محاولة في صالح الأهلي عند فرانك كيسيه. تقدم كيسيه والكرة وبعداد لتصل إلى خارج أرضية الملعب. لكن للبليهي ثم ياسين بونو يلعب كرة في الجهة اليمين، انطلاقة في صالح الهلال بكرة اللعبة الطويلة بالأمام، عادت في صالح النادي الأهلي على الجهة اليسار. إيفان توني في محاولة، الله، كل انتفاضة الأخيرة والأرقام التي صنعها جاءت من أجل هذه الليلة ومن أجل هذا الموعد في القمة. اختار أن يكون زعير مسموع في هذا المشهد. الأسود لا تتربع إلا على القمم. يا إيفان، يا توني، الأهلي لم يأتي ضيفا في كينغدوم أرينا، جاء هنا حاملا في قلبه دينا لا ينسى من مباراة الذهاب. جاء محاربا لا يعرف الاستسلام، مقاتلا باحثا عن ثأر بروح جماهيره التي ترتفع أصواتهم. أن يعيد الهلال بكرة ومن ركلة ركنية، لكن الكرة مقطوعة. الأرقام بالنسبة للهلال تشيد بأدوار الهجومية، لكن النتيجة تذهب في صالح المنطقة الهجومية. لكن الهلال يستعيد كرة عبر كانسيلو تقدم كانسيلو في كرة لعبت في الأمام، مجرشي تدخل وكرة فيها صافرة ومعها مخالفة، ركلة حرة مباشرة. أيضا عند مباراة في الشرقية من أمام الرياض. هذه مباريات الجولة اللي تختتم في مواجهة القادسية من أمام الرياض. وكرة لكايو ينطلق في الأمام. الأهلي دائما ينجح على المستوى الدفاعي. كيسيه أدوار الدفاعية بارزة في مباراة الليلة. كرة من رياض محرز يمرر كرة طويلة في الأمام والمحاولة مقطوعة من ياسين بونو في صالح الأهلي باتجاه رياض محرز يعيد الكرة إلى الخلف. وجالينو يتحرك ياخذ كرة من كيسيه وكرة بعرض الملعب وكرة في الشباك. الأهلي يسجل ثاني أهدافه في المباراة. النتيجة 2-0. جالينو يلعب كرة لإيفان توني والأهلي يسجل الهدف الثاني عن طريق إيفان توني الذي يضبط ساعة حضوره على موعد القمة. الكبار يعرفون متى وكيف الوصول، لا يضيعون في طريق القمم. هكذا هو إيفان توني الذي يتلقى كرة عن طريق جالينو. شوف التحرك من جالينو في الكرة الماضية، ثم الكرة وصلت إلى إيفان توني اللي سجل الهدف الثاني. المباراة تكتب هذه المرة بصوت الأهلي. الأسود تزهر في كينغدوم أرينا وصوتها يملأ الرياض، صوت لا يهدأ وهو يعانق صداه مدرجات النادي الأهلي. إيفان توني نجح في تسجيل الهدف الثاني في المباراة. إيفان توني ثالث هداف في البريمير ليج في موسم 2022-2023. هل أصبح الآن مستعدا ليكون سلاح الأهلي تهديفيا، حيث تمكن من تسجيل هدف رقم 15 في هذه الليلة، الهدف الثاني للنادي الأهلي في ذاكرة التاريخ. يا جالينو حينما تأتي المساهمة في مثل هذه المباريات، في مثل هذه القمم، الكرة ملعوبة للنادي الأهلي على الجهة اليسار إلى محاولة، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود مخالفة لمصلحة كانسيلو في هذه اللقطة. كانسيلو على أرضية الملعب، كان كانسيلو هذا التبديل الاضطراري. لكن بعد ذلك ماذا عن التبديلات الفنية بالنسبة لمدرب الهلال؟ لا عتاب على اللاعبين ولا على المعدين البدنيين. هذه كرة للنادي الأهلي إلى محاولة عند جالينو
وجالينو في كرة، لكن عندنا لاعب أيضا واقع على أرضية الملعب، لكن هذا الآن وصل إلى أرضية الملعب. حمد اليامي أصبحت للأهلي في الشوط الثاني الكرة اللعب إلى اليامي من الجهة اليمين. سافيج يلعب كرة عرضية واصلة لسالم، تسديدة لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب وتحولت كركلة مرمى الجماهير الهلالية. تسديدة سالم أرسلت اليمين واصلة إلى مالكوم تقدم، مالكوم يلعب كرة واصلة إلى ليوناردو، وليوناردو في محاولة مقطوعة. سافيج هذه الكرة اليمين يا سافيج، وصلت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. جالينو كرة مرت على الجهة اليسرى، الأهلي عند المحاولة في الطرف الأيسر، العرضية وإيفان توني، الهاتريك يضيع على إيفان توني. مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عند ياسين بونو. شوف الكرة ينصر النادي الأهلي في تلك المباراة. الكرة اللعب على الجهة اليمنى، أتوقع بأنه شيئا فشيء جالينو يكشف عن نفسه كما كان في بورتو، كما كان سنيور تشامبيونز. هذه كرة اللعب إلى صالح جالينو، وجالينو في كرة في أصافره ومخالفة، ركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة وركلة بخبر عودة أو بأن ربما حالة عودة قادمة قريبة في شوط المباراة الثاني. كرة اللعب بالراس لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت الكرة الماضية لكن فيها صافرة ومهجوم الهلال في شوط المباراة الثاني على عكس ما جرى في شوط المباراة الأول. سالم الآن قد تكون عنده كلمة، يلعب كرة لمالكو. نعم سالم قد تكون عنده كلمة، سالم يسجل الهدف. سالم الأساطير لا يختارون القمم من تبحث عنهم. غاب عن القمة الماضية من أجل ظهور لا ينسى في هذه القمة، قاد الهجمة ونجح في تسجيل الهدف. سالم الآن يقلص المدرجات لمشاهدة مباراة أخرى في المدرجات. جالينو يأخذ كرة وتسديدة ارتدت من الدفاع ومطالبات حكم المباراة يأمر باستمرارية اللاعب. مالكوم مع الكرة، المرور من مالكوم، ما زالت الكرة معه، يلعبها في الجهة اليسار إلى سالم، وسالم يمرر الكرة وكرة فيها ركلة جزاء. الكرة جت لمسة يد في مجرشي، ركلة جزاء. جماهير الهلال تستبق خبر التعادل بفرحة جنونية في المدرجات هنا في كينغدوم أرينا. شوف التمريرة من سالم، لمسة اليد من مجرشي، والقرار بركلة جزاء في المباراة الكبيرة. إلى اللاعبين نعود لاستئناف اللعب مع ليوناردو. جول! ليوناردو يسجل هدف السادس عشر. ليوناردو لم يعد يملأ الفراغ بل يملأ الشباك. غياب بيتروفيتش أعطاه إشارة الانطلاق ويمنح دور البطولة مع الهلال. ليوناردو ثلاثية للأهلي وتجعل النتيجة بعيدة عن الهلال. الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء، إيفان توني براسية، كوليبالي يبعدها، البليهي، الكل يشترك في إبعاد كرة النادي الأهلي، لكن في النهاية الحكم احتسب وأشار مخالفة بوجود لمسة يد في هذه اللقطة. ديميرال سالم الدوسري اللي قبل هذه المباراة أسهم ب9 أهداف. الكرة اللعب، الله، جول! إيفان توني يسجل الهاتريك، هدف يدخل التاريخ قبل أن يدخل مرمى الهلال. هدف خرافي من حذاء سيبقى منحوتا في ذاكرة كينغدوم أرينا. شوف الكرة إلى إيفان توني، شوف الاستقبال، شوف التسديدة القوية، والكرة في الشباك، وثلاثية الأهلي في شباك الهلال، وهاتريك إيفان توني في مرمى ياسين بونو. الدفاعية، الكرة في الجهة اليسار، المحاولة عند جالينو، الثواني الأخيرة في زمن شوط المباراة الثاني،
يحاول في الكرة، مالكم يرسل كرة بعرض الملعب، وصلت إلى ناصر الدوسري، ناصر الدوسري إلى سالم، سالم كرة مقطوعة للأهلي، إلى انطلاقة مجرشي، صدقني لا يفسد أدائك. القرار 12 دقيقة هو يمنحنا مزيد من الإثارة والتشويق، وكرة